طب دلوقتي مثلا جاي يوم عليك انت فاقد الشغف، مش قادر تذاكر، مش عارف تذاكر، مش عارف تبدأ مذاكرة ازاي عشان تلم التراكمات وانت بتنظم يومك. دلوقتي انا يوم 24 ساعة، انت يومك 24 ساعة. الاول على الجمهورية ثانوية عامة 2025 يوم 24 ساعة. ولكن انت عارف ايه اللي وصله الاول على الجمهورية وايه اللي مخليك واقف مكانك؟ هنعرف في الفيديو ده. اهلا بيكم ثانوية عامة 2025، اتمنى تكونوا بخير. في الفيديو ده هنتكلم سوا عن تنظيم الوقت واهمية تنظيم الوقت في ثانوية عامة، ودي تقريبا اكتر مشكلة بتواجهكم دلوقتي. ولكن بعد الفيديو ده ان شاء الله المشكلة دي تتحل نهائي، وتعرف تنظم وقتك في ثانوية عامة وتظبط جدولك ودروسك ويومك وتنام امتى وتصحى امتى. كل الحاجات دي هحلها لكم في الفيديو ده. ولكن قبل ما تشوف الفيديو متنساش تعمل لايك للفيديو وسبسكرايب للقناة، ويلا نبدأ الفيديو. او اقول لك لا استنى، اعمل شير كتير للفيديو ده وشيره لكل صحابك، ويلا نبدأ الفيديو. لو بتضيع وقت كتير من يومك ومش عارف تظبط وقت مذاكرتك ويومك كله حرفيا بيضيع من غير ما تعمل اي حاجه، فانا دلوقتي اقولك بعض النصايح اللي مشيت عليها في ثانويه عامه وفرقت معايا جدا جدا. وصدقني كل اللي هقوله ده انا جربته ونفع معايا جدا. ولكن قبل ما تشوف الفيديو هات ورقه وقلم، وحاول توقف الفيديو دلوقتي وتجيب ورقه وقلم وتكتب بعض العناوين الرئيسيه من الكلام اللي انا هقوله، علشان حرفيا هتفيدك جدا الورقه دي. وكل مثلا ما يومك يبوظ او مش عارف تنظم الدنيا هتشوف انا كنت قايله ايه وتحاول تمشي على تاني والدنيا تظبط معاك. اول حاجه نتكلم عنها وهي الاراده والانضباط، وانا حطيت الاتنين دول في ستيب واحده علشان حرفيا من غير اراده مفيش انضباط. انت دلوقتي عارف يومك بيضيع ازاي، ويومك كله بيضيع في الدروس والتراكمات، ومش عارف تسمع اونلاين ولا تنزل درس، ومشتت وفيك مليون حاجه في دماغك. الإرادة الحاجة الوحيدة اللي هتخليك تركن كل حاجة على جنب وتبدأ تركز على مستقبلك وهدفك اللي عايز توصله في آخر السنة. الانضباط هو اللي هيخليك تكمل باقي ايام ثانويه عامه بشكل شبه روتيني، لان حرفيا مفيش حد بيحب الروتين. فعشان تنظم يومك في ثانويه عامه الايام كلها تبقى شبه روتينيه، هتصحى الساعه كذا، هتنام الساعه كذا، هتذاكر كام ساعه في اليوم، هتروح الدرس الفلاني، عندي النهارده مراجعه انجليش، بكره مراجعه جيولوجيا. هتلاقي الوضع اشبه بالروتين. فالانضباط والاراده الحاجه الوحيده اللي هتخليك تكمل وهتعرف تنظم من خلالها يومك. تاني حاجة نتكلم عنها بعد الإرادة والانضباط وهي التخطيط. التخطيط مهم جدا في حياتنا سواء ثانوية عامة أو مش ثانوية عامة، ولكن في الفيديو ده احنا بنتكلم عن ثانوية عامة بالتحديد. أول حاجة هنعمل خطة أسبوعية وخطة يومية. الخطة الأسبوعية دي مش هنبقى عاملينها بالتفصيل ممل، اللي هو يوم السبت من الساعة كذا للساعة كذا هعمل كذا، ويوم الأحد من الساعة كذا للساعة كذا هعمل كذا. محدش عارف النهارده هيحصل ايه، محدش عارف بكره هيحصل ايه، مش عارفين في الاسبوع ده هيحصل لنا ايه. فاحنا لما نيجي نعمل خطه اسبوعيه هنعمل مثلا هنخلص باب كيمياء هنخلص معاه يونت انجليش، وباب الكيمياء ويونت الانجليش دي هنبدا نوزعها على الايام. خلصنا التخطيط الاسبوعي ندخل على التخطيط اليومي. التخطيط اليومي اهم بكتير من التخطيط الاسبوعي، ولكن احنا بنعمل التخطيط الاسبوعي عشان بس البلان تبقى واضحه قدامنا نشوف احنا ماشيين ازاي. ولكن الاهم من الاسبوع بقى التخطيط بتاع اليوم. التخطيط بتاع اليوم ده مش هنعمله في نفس اليوم، التخطيط بتاع اليوم هنعمله من اليوم اللي قبله. يعني مثلا بكره السبت علشان نخطط ليوم السبت هنعمله من الجمعة بالليل، نيجي قبل ما ننام نجيب ورقة وقلم ونشوف عايزين نعمل ايه بالتفصيل الممل ليوم بكرة. بكده عقلك وانت رايح تنام عارف الصبح هيصحى هيعمل ايه، مش مثلا لما تصحى لسه هتجيب ورقة وقلم وتشوف انا المفروض اعمل ايه. لا، انت اصلا بتبقى نايم من اليوم اللي قبله مجهز نفسك هتعمل ايه. وطبعا التخطيط اليومي ده اللي هو التودو ليست، ومن اهم الحاجات اللي تعملها في التودو ليست تدي الاولويه للحاجات المهمه. وطبعا مفيش اهم عندنا من المذاكره، فاحنا هندي اولوياتنا في التودو ليست للمذاكره. عندنا مثلا درس كيمياء، درس احياء، هنكتبهم ونشوف دول اهم حاجه نعملهم في اليوم. انما مثلا بعد كده عايزين مثلا ننزل مع اصحابنا نروح الجيم ننزل نادي، الحاجات دي خليها في اخر اليوم بعد المذاكره. وارشح انك مثلا تعملها تحفيز لنفسك، اللي هو في حاجه تحفيزيه في نهايه اليوم. انا لو خلصت المذاكره اللي عليا هنزل اقعد في النادي شويه مع صحابي، هنزل الجيم شويه، هروح لخالتي مثلا اشوف مسلسل جديد. اي حاجه من الحاجات دي هتبقى موتيفيت جدا انك تخلص المذاكره عشان تعملها. وخلي مثلا عندك عقاب انك مش هتعمل الحاجه دي لو مخلصتش مذاكره، وبكده هتساعدك جدا النقطه دي انك تذاكر وتخلص عشان تعملها. اكبر مشكله واجهتني في ثانويه عامه وهي تنظيم النوم. ما كنتش عارفه اظبط نومي نهائي، وبالتالي مش عارفه اظبط نومي فمش عارفه اظبط يومي. ولكن دلوقتي انا اقولك حليت المشكله دي ازاي. اول حاجه حطيت ميعاد معين انام فيه وميعاد معين اصحى فيه. كنت بنام مثلا الساعه 10 بالليل وبصحى الساعه 4 الفجر، كل يوم بنام الساعه 10 بالليل واصحى الساعه 4 الفجر. في بدايه الموضوع كان الموضوع صعب جدا ومش عارفه انام الساعه 10 واصحى الساعه 4، وايام كتيره كانت بتقع مني. ولكن قعدت احاول لحد ما الحمد لله يومي اتظبط، بقيت بنام الساعه 10 وبصحى الساعه 4.
فانت كل يوم حاول يبقى ليك ميعاد تنام فيه وتصحى فيه. رقم 2، بحوار النوم ده ما تحاولش تنام اقل من 6 ساعات او اكتر من 8 ساعات. انا بالنسبه لي ال6 ساعات كنت بصحى بعدهم فايقه جدا عادي، وعارفه اذاكر وعارفه امارس يومي الطبيعي. ولكن في ناس لو نامت 6 ساعات تصحى مش قادره، عندها خمول، فتحاول تنام 7 ساعات او 8 ساعات حسب عدد الساعات اللي هتقدر تصحى بعده فايقه، ولكن ما يزيدش عن 8 ساعات. انت ممكن تواجه مشكله انك مثلا مش عارف تصحى كل يوم في نفس الميعاد اللي انت محدده. رقم 1، حط منبه. وطبعا المنبه ده اوعى تحطه جنبك على السرير او تحطه جنبك على الكومودينو اللي جنب السرير، حطه في نص الأوضة في مكان لا هو قريب منك ولا هو بعيد عنك جدا مش هتسمعه، وحاول يكون صوت مزعج جدا تصحى منه. او حط تطبيق مثلا كان اسمه، مش عارفه، ممكن احط لك صورته هنا. حرفيا عشان المنبه يفصل لازم مثلا تحل مساله رياضيه، تقوم تشرب، تمشي 10 خطوات، في تحديات كده عشان يصحيك بجد. فالابليكيشن ده حلو جدا، كنت بستخدمه ولكن وقفته في الجامعه. تاني حاجه ممكن مثلا تخلي مامتك او باباك او حد من اخواتك يصحيك في بدايه الامر كده لحد ما تتعود. لو عندك تراكمات وانت بتحاول تنظم يومك، اوعى تسيب التراكمات كده تقول هخلص النهارده جزء وبكره جزء وبعده جزء وماشي براحتك كده. اوعى تعمل كده، غلط، وعمرك ما تلم التراكمات. عشان تلم التراكمات وانت بتنظم يومك، حط ديدلاين معين تخلص فيه التراكمات دي. عندك مثلا باب كيمياء متراكم عليك، قول مثلا الاسبوع ده يوم 1/1 مثلا في الشهر هكون مخلص كل التراكمات اللي عليا. اوعى تسيب نفسك كده اللي هو بظروفها، اللي هو خلصتها الشهر ده خلصتها الاسبوع الجاي مش مشكلة انا ماشي وخلاص. حط ديدلاين لكل حاجة بتعملها، سواء بقى اصلا مراكم مش مراكم، كل حاجة في حياتك حاول تخلي ليها ديدلاين تمشي عليه. دايما بيجي يقولك بالكيف مش بالكم، ولكن انا جاي اقولك دلوقتي حاجة كنت بعملها وكانت بتحسسني بجد اللي هو بالانجاز ان انا عملت حاجة. لما كنت باجي اذاكر كنت بفتح تايمر جنبي يعد الساعات انا ذاكرت قد ايه. ذاكرت النهارده 5 ساعات، 10 ساعات، 7 ساعات. في اخر اليوم كنت بشوف مثلا ذاكرت 10 ساعات ولا 11 ساعة، اللي هو انا ذاكرت 11 ساعة. كنت بجد بيديني دفعة كده قوية اللي هو انا عملت حاجة كويسة. فحاول وانت جاي تذاكر حط تايمر جنبك عادي تشوف انت ذاكرت كام ساعة النهاردة، وحاول مثلا تقول هذاكر النهاردة في 5 ساعات كيمياء، في 5 ساعات احياء. برضو الساعات دي مش هتعمل مشكلة معاك صدقني، ولكن تبقى عارف في ال5 ساعات دول هتخلص ايه. وبتهيألي انت بعد شهرين دلوقتي من ثانوية عامة بقيت عارف كل مثلا مادة بتاخد معاك وقت قد ايه انك تفهمها وتحفظها. طب دلوقتي مثلا جاي يوم عليك انت فاقد الشغف، مش قادر تذاكر، مش عارف تذاكر، مش عارف تبدأ مذاكرة ازاي. في الحالة دي انا كنت مثلا بفتح اليوتيوب وبفتح فيديو مثلا study with me 4 ساعات، وبفتح مثلا على اللابتوب جنبي او على التابلت جنبي واحطه قدامي كده واقعد اذاكر، اللي هو في حد جنبي بيشجعني على المذاكره. صدقني الطريقه دي كانت بتفرق معايا جدا وكانت بتخليني اذاكر حتى وانا فقدت الشغف، مش انا بذاكر لوحدي، في حد تاني بيذاكر قصادي. واحيانا كنت بفتحه لايف، اصلا في ناس بتفتح لايف، بكتب study with me لايف علشان حد يكون بيذاكر في الوقت الفعلي بجد، واذاكر انا وهو كده كاننا بنذاكر. الطريقه دي جابت نتيجه معايا كتير جدا. كل ما ابقى فاقده الشغف او مش قادره اذاكر بفتح اليوتيوب على فيديو study with me عدد الساعات اللي انا عايز اذاكرها، واقعد اذاكرها مع الشخص الوهمي التاني اللي قاعد ده، وبجد بتشجع جدا وتخليك تذاكر. عاوزه اقولك في نهايه الفيديو ان مفيش حد يوم مثالي، محدش بيعمل الحاجات دي كل يوم، محدش بينام كل يوم الساعه 10 ويصحى الساعه 4 ويصحى فايق وحابب المذاكره، محدش ماشي يومه كده. ممكن يومين ماشيين كده ويوم يقع مننا ونرجع نقوم نحاول تاني والموضوع يبقى صعب من الاول ونرجع نحاول ونحاول نظبط يومنا تاني. مفيش حد عنده المثاليه دي، كلنا بنراكم وكلنا يومنا مش مثالي وكلنا مش منظمين وقتنا اغلب الوقت، ولكن كل يوم بنحاول نطلع من اليوم ده باقصى استفاده، مذاكرين كميه مثلا معينه، حاضرين الدروس بتاعتنا، نحاول نرجع الشغف كل يوم، نفتكر احنا بنعمل كده ليه. رقم 1 عشان ربنا يكون راضي عننا وعشان ربنا امرنا بالعلم. رقم 2 عشان هدفنا واللي عايزين نوصله. رقم 3 اهلنا اللي مستنيين ان احنا نفرحهم اخر السنه. ما تنساش اي حاجه من الحاجات دي واعمل عليك لاخر لحظه عشان ربنا يوفقك ان شاء الله. واعتقد وصلت لنهاية الفيديو، انتظروا فيديو جاي ان شاء الله هيكون عن مادة الاحياء ان شاء الله، يا رب اعمله ده، مش عارفة بجد بس انا قررت دلوقتي اعمله عن مادة الاحياء. فانتظروا الفيديو الجاي ومع السلامة. استنى ثانية واحدة، اوعوا تنسوا تعملوا لايك للفيديو وسبسكرايب للقناة وتعملوا شير كتير جدا للفيديو، ومع السلامة.